بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة أبو رامي للشروحات. اليوم درسنا بالفوتوشوب بدرس الكتابة بالألوان المائية كما يظهر أمامنا. الدرس قصير وسهل جدا. نقوم بفتح عمل جديد بخلفية بيضاء. العمل مثل ما تريدون. العرض أنا خليته 450، الطول 300. الوايت اللي هو الباك راوند اللي هو الخلفية لونها أبيض. تبي تخلونها شفافة بعدين تعبونها أسهل لكم اللي تشوفونه. نفك القفل. هذه نضغط على أداة الكتابة. أداة الكتابة تعودنا على الأولى الهوريزونتال تايب تول. لا، ناخذ التايب ماسك تول، ثم نضعها في المنتصف. لابد أن يكون الخط عريض علشان يكون البكسل عالي عنده. أنا اخترت مثلا نكتب. أنا الآن كتبنا هذا الخط عريض، ثم نضغط على أبلاي. نختار من سيلكت فيذر، يعني Alt Control D. نختار القيمة البكسل 4. الآن تغير الشكل. ثم نقوم باختيار الألوان. هذه الألوان البنفسجي تحت أو الموف، والكحلي أعلى. ثم نختار على فلتر ريندر كلاودز. هذا طبعا ظهر لنا أمام الشكل. نضغط على إزالة التحديد كنترول دي، ثم فلتر. الخطوة الأخيرة فلتر ارتستيك، ثم ووتر كلر. الآن يظهر أمامنا. نضغط الإعدادات هذه. نضغط على البرش 1. الخيار الثاني 0، والثالث 1. ثم نضغط على أوكي. يظهر لنا بالشكل النهائي بهذه الصورة. هذا الدرس لهذا اليوم هو درس بسيط. نرجو زيارتنا على قناة أبو رامي للشروحات للاستفادة من مزيد من الدروس. تقبلوا خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.